مستمعينا متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإذاعي حق الطريق. بشكل عام عزيزي المستمع، فإن استخدام الطريق لا يختلف باختلاف المواسم أو الأيام، فقواعد المرور وأخلاق الطريق واحدة، إلا أن هناك بعض المواسم التي يكون لها جوها وطابعها الخاص، ومنها شهر رمضان المبارك الذي لا يفصل بيننا وبينه إلا القليل من الوقت. وبالنسبة للكثيرين يعتبر شهر رمضان المبارك هو من أجمل شهور السنة، وذلك لما فيه من المميزات الكثيرة والروحانيات العالية التي لا تتوفر في غيره من الشهور. وفي نفس الوقت فإن سلوكيات مستخدمي الطريق بهذا الشهر تختلف عن غيره من الشهور. فمن خلال مشاهداتنا ودراساتنا لسلوكيات مستخدمي الطريق خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، تكونت لدينا صورة واضحة عن أبرز السلوكيات السلبية والتي تتم خلال هذا الشهر، واللي للأسف تقع بحجة تأثير الصوم. ولكن هل الصيام فعلا مسؤول عن كل هذه السلوكيات السلبية اللي نشهدها خلال شهر رمضان؟ فمثلا عدم استخدام جسور المشاة أو قطع الطريق في غير الأماكن المخصصة للعبور وغيرها من السلوكيات والتصرفات اللي تصدر من قبل المشاة، هل المسؤول عنها الصيام؟ وأيضا تدافع الركاب داخل باصات النقل الجماعي أو تكدس الركاب داخل السيارات الخاصة، وخصوصا اللي يتم استخدامها لنقل العمال، هل المسؤول عن هذا السلوك الخاطئ هو الصيام؟ وغير ذلك عزيزي المستمع، فاستخدام كتف الطريق الأيمن من قبل الكثير من سائقي المركبات وبسرعات عالية جدا تؤثر على سلامة الآخرين، هل هذا الفعل أو السلوك هو نتيجة الصيام؟ ولا تتوقف سلوكيات مستخدمي الطريق عند هذا الحد، فهناك أيضا من السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تتسبب بتعطيل حركة المرور أو مضايقة أصحاب المنازل، وخصوصا عند وقوف المركبات بطريقة عشوائية عند المساجد، وخصوصا تلك المساجد اللي تقع على شارع رئيسي أو دوار أو بالقرب من المداخل الرئيسية للمناطق. ومن ضمن مشاهداتنا ودراساتنا حول سلوك مستخدمي الطريق خلال شهر رمضان في السنوات السابقة، ظهرت لنا أنواع من السلوكيات والتصرفات والتي لا تتكرر طوال السنة، ولكنها فقط تظهر في شهر رمضان، حيث رأينا وقوف بعض الأشخاص عند إشارات المرور خلال الفترة ما قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق تقريبا، وذلك بهدف توزيع السوائل أو العصائر أو غيرها بحجة إفطار الصائمين. ونحن هنا عزيزي المستمع لا نتحدث عن حسن النوايا، ولكن نتحدث عن خطورة مثل هذا العمل أو التصرف. خلال هذه الفترة اللي هي فترة قبل أذان المغرب ب10 دقائق أو ربع ساعة، يكون الصائم وبشكل عام في أدنى حالات تركيزه بسبب الجوع أو العطش أو حرارة الجو وغيرها من الأسباب. وفي حال كان الصائم هو سائق المركبة، فإن استيعابه لما يدور حوله لا يكون بالدرجة المطلوبة. وظهور هؤلاء الأشخاص عند إشارات المرور قد يتسبب في الكثير من الأخطار لهم بالدرجة الأولى ولغيرهم من سائقي المركبات ومستخدمي الطريق بشكل عام. أما الحالة الثانية أو السلوك الآخر، فهو توقف سائقي المركبات بشكل مفاجئ سواء داخل المناطق السكنية أو غيرها من الطرق في أماكن أخرى ودون تنبيه الآخرين، وذلك بحجة تقديم الإفطار للمشاة، يعني عكس الحالة الأولى. وهذا السلوك يتكرر أيضا خلال فترة ما قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق. أما عن أخطر السلوكيات المرتبطة في نفس هذه الفترة، فهي تحول العديد من الطرق إلى حلبات سباق، حيث ترى عزيزي المستمع أن الكل يسابق الكل على الطريق، والحجة هي الرغبة في الوصول إلى المكان المحدد قبل أذان المغرب. وللأسف فإن هذا السلوك الخاطئ فقدنا بسببه
العديد من الأشخاص والعوائل خلال السنوات الماضية. وهذا السلوك لا يقتصر على مستخدمي الطريق داخل الكويت فقط، ولكنه قد يكون في أغلب الدول الإسلامية، وذلك وفق ما تشير إليه الإحصائيات المرورية في تلك الدول. ومن ضمن السلوكيات أو المخالفات المرورية اللي تكثر في شهر رمضان هي وجود الباعة على أرصفة الطرق وعلى جوانب بعض الخطوط السريعة. وأنا في هذه الجزئية لا أتحدث عن أحقية أو عدم أحقية الناس في عملية البيع أو الشراء وغيرها، فهذا الأمر من اختصاص بعض الجهات الحكومية، ولكن اللي أنا أتحدث عنه هي الجوانب أو جوانب الخطورة التي قد تقع على مستخدمي الطريق بسبب وجود الباعة على الطريق ووقوفهم بشكل خاطئ. النتيجة عزيزي المستمع أن كل ما ذكرناه من سلوكيات ومن ملاحظات ومن أخطاء يرتكبها مستخدمي الطريق، سواء كانوا مشاة أو ركاب أو سائقي مركبات، من وجهة نظري الخاصة إنها ما لها شغل بعملية الصيام، لا من قريب ولا من بعيد. فالصيام هو مدرسة تسمو بها النفوس وتهذب بها الأخلاق. الحديث عن سلوكيات مستخدمي الطريق في شهر رمضان المبارك سوف تكون محور حديثنا في الحلقة القادمة. حلقة اليوم انتهت، ولكن وقبل الختام تذكر أن حياتك غالية وسلامتك تهمنا. نلقاكم على خير ومبارك عليكم الشهر.